شوف سامر، لو كانت في الانديه نقول لك رئيس راح يشاور بعد ركائز تاع النادي، ولكن في المنتخب ما نظنش. نعطيك انا واش عشته انا محمد سامر، واش عشته. كنا في الطرابوسات، كان عندنا مدرب اسمه خالد محي الدين، باتوا معاه في الليل في 5 جويلية صباح نوضوا محمد نصيبوا سعدان، وحنا شاورنا، ولكن ما كانش عندنا مشكل باش نكملوا المهمه مع سعدان، نرقدوا بسعدان نوضوا نصيبوا كمال لموي الله يرحمه. يعني كانت التغييرات تاع المدربين تقريبا كل 3 شهور 4 شهور، وحنا ما عطرش علينا وحنا شاورنا. ما نظنش انا رئيس الاتحاديه راح يشاور ركائز تاع المنتخب الوطني في اختيار المدرب. وزيد حتى الركائز تاعنا اليوم يعني متقدمين في السن، متقدمين كثير في السن. هنا راح يكون مشكل. نظن باللي الناخب الجديد راح يتكلم، هو راح يتكلم بعد ما ينصبوه، راح يتكلم مع اللاعبين هذوما الركائز اللي متقدمين في السن، هل قادرين تكملوا معايا المهمه ام لا؟ نعم. لم نتحدث عن خوسي بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، راتبه ليس عاليا، يتقاضى حوالي 70,000 يورو شهريا. شاهدنا منتخب نيجيريا منتخب قوي جدا. هناك الكثير من التقارير تتحدث على أن هذا المدرب سينتهي ارتباطه مع منتخب النسور مباشرة بعد نهائيات كأس إفريقيا مهما كانت النتيجة. وربما تجدد فيه الثقة بما أنه قدم كأس إفريقية جيدة إلى غاية الآن رفقة المنتخب النيجيري الذي لا يتواجد في أحسن أحواله مؤخرا. جوزي بيسيرو كمعلومة فقط كان مساعدا لكارلوس كيروس أيام تدريبه لجالاكتيكوس ريال مدريد. عنده أيضا كان مدربا لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، درب السعودية أيضا. نعم، درب السعودية. وصل مع نادي سبورتينغ لشبونة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2004-2005، لكنه خسر أمام نادي سيسكا موسكو آنذاك. لما تشاهد مسيرته التدريبية مسيرة محترمة، سبق له أن درب المنتخب السعودي، درب نادي بورتو البرتغالي، درب الأهلي المصري. يعني عنده خبرة أوروبية وعنده خبرة إفريقية وعنده خبرة حتى في المستوى العالي، ولو كمدرب مساعد في نادي ريال مدريد. درب أيضا في أمريكا اللاتينية في فنزويلا، والآن يدرب المنتخب النيجيري الذي إلى حد الآن نجده متواجدا في المربع الذهبي لكأس إفريقيا، ولو أنه على مستوى الأداء المنتخب النيجيري لم يقنع إلى غاية الآن. مع هذا المقابلة الأولى ما كانش مليح. لا، الأداء، أتكلم على الأداء. حتى هو اليوم بيسيرو اليوم كان عنده بالأمس كان عنده تصريح تعرف أنه المنتخب النيجيري في هذا الدورة واقعي أكثر من اللزوم. قال هو فريقه قال أتمنى أن نسجل أهداف أكثر، لأنه غلته من الأهداف متواضعة مقارنة بالأسماء التي يملكها. مثلا في خط الهجوم أنت عندك أوسيمان الذي كان نعم أفضل مدرب، أفضل مهاجم في العالم، مهاجم إفريقي في العالم، كان هداف الدوري الإيطالي. عندك لقمان أديمولا، لقمان واحد من أحسن اللاعبين حاليا في إفريقيا. لذلك نتوقع أنه مع هذا المدرب تزيد شوية الغلة من الأهداف. تعرف أنه الجمهور الجزائري جمهور متطلب كثيرا ويحب مشاهدة اللاعب الممتع والأهداف الغزيرة. لما تجيب الجمهور الجزائري مدرب يفوز بهدف واحد، ولا تتذكر أيام ربح سعدان، نحيي من هذا المنبر، مع الشيخ ربح سعدان كنا نفوز، ولكن دائما بصعوبة كبيرة وبفارق هدف. يعني اليوم محمد اسمح لي، يعني نقصيو المدرب الوطني. لا حديث عن المدرب الوطني لحد الآن. كاين مشكل. لا حديث على انا ممكن اقول حاجه بس انتوا اضرب بالدوري في الجزائر. مدرب اتحاد العاصمه بن شيخه، انا ما اعرفش، يعني انا بترك الاسم فقط للنقاش لي. بن شيخه كانت له تجربه سيئه مع المنتخب الوطني الجزائري، وخرج من الباب الضيق، وعندما يعود الى تلك الحقبه وكانه ناقم. لكن انا بتكلم في النهايه. اخر بطوله حقق، انا يعني لست ملما كثيرا بالدوري الجزائري، ولكن مديريه الجزائر في النهايه لما انا نعطيك معلومه انه فيها الاهلي وحقق اسم بن شيخه لحد الان غير مطروح ابدا على طاوله. لا هو ولا اي مدرب محلي. لا، اسماء مدربين محليين كمساعدين. اوكي، ولكن مدرب رئيسي لا. نعم، لكن كمدربين رئيسيين لا. نولي بالك المنتخب النيجيري محمد الامين، المنتخب النيجيري لو شفناه شفت اللعبه تاع اليويو، يعني يطلع ويحبط يطلع ويحبط، ولكن من المقابله الثالثه هو
في منحة لا في منحة تصاعدية. شوف لما تشوف المنتخب هذايا في من فوق بالكاميرا العنكبوتيه، تشوف يعني اللاعبين محطوطين في الاماكن ديالهم. صحيح. وعندهم قوه بدنيه، لا بويسانس، عندهم كل شيء هذا في المنتخب. المدرب عنده مسيره محترمه ايضا، صحيح انه لم يدرب في انديه عملاقه، ولكن كان مدرب مساعد في ريال مدريد مع كيروش في فتره سابقه، درب منتخب السعوديه، درب سبورتينغ لشبونه، وصل معهم الى نهائي كاس الاتحاد الاوروبي، خسره امام نادي سيسكا موسكو. هذه كلها خبره اكتسبها من مسيره طويله قادته الى الجزيره العربيه، الى مصر، الى الخليج، الى اوروبا، الى امريكا اللاتينيه. يعني عنده مزيج من الثقافة الكروية بين تقريبا مختلف القارات في العالم. نعم. لذلك يبقى خيارا أيضا جيدا. وما نسوش أنه نعم. قلنا حاليا لا زال موجودا في الدور نصف النهائي، ومن يدري ربما يذهب إلى النهائي وربما يتوج باللقب. نعم. مع المنتخب النيجيري. حمدي، كيف تعامل الإعلام المصري هناك في القاهرة مع خروج مصر من الدور الثاني وكذلك إقالة المدرب ريفي فيتوريا؟ خروج مخيب جدا. يعني مصر في الدورة السابقة تصل إلى النهائي. الأسوأ من خروج المنتخب المصري، وأعتقد أغلب المنتخبات العربية، هو الأداء كذلك. يعني أنك تخرج بدون فوز في أي مباراة، يعني التعادل في كل المباريات والخسارة في الأخيرة شيء مؤسف للغاية. صحيح أن المنتخب المصري يعني كان سيء الحظ في عدة إصابات. كان خروج محمد صلاح، إصابة الشناوي، إمام عاشور في النهاية برضه ما كانش موجود في المباريات المهمة. كان عدة إصابات مهمة كثيرة جدا. أعتقد من أهمها يعني الشناوي، أعتقد كان وجوده كان ممكن يغير كثير في خاصة الوصول إلى ركلات الترجيح، مع أبو جبل جباسكي اللي اختلف تماما مستواه عن النسخة الماضية، وضيع، بعتبر أن هو ضيع فرصة. شاهدنا الإعلام المصري يجلد المدرب ريفي فيتوريا، يسلخ جلد محمد صلاح بعد ذهابه إلى إنجلترا من أجل العلاج. شاهدنا محللين مصريين ولاعبين دوليين سابقين يهاجمون بقسوة المنتخب المصري، خاصة المدرب، أبرزهم وائل الجمعة الذي نعم. قال كل شيء في تلك المداخلة. هنجيبها نقطة بسرعة. محمد صلاح لأن الناس سخطت عليه، اعتقد أنه هو يعني بيدعي الإصابة، وأن خروجه من المنتخب يعني ينقص من عزيمة اللاعبين. ولكن هو من المباراة الثانية، خروجه من الشوط الثاني كان تحدي كبير جدا للاعبين والمنتخب المصري، خلاه ان هو يلعب بشكل افضل. احيانا في مباراته الاخيرة كان المنتخب يفتقد كثيرا محمد صلاح، ليس لإحداث فارق في الهجوم، ولكن إحداث ينقص وتيرة الهجوم عند الخصم لما يكون في عندك لاعب قوي جدا يخليك ان انت نازل فيها. لكن هو يعني حتى لا نسيء الظن، هو بنفسه كتب تصريحات وقال انا هحاول بقدر الامكان ان انا ارجع في اسرع وقت ممكن. والناس اولوها لانه في ليفربول دلوقتي يعني انت لاعب وعندك تعاقدات، واي اصابه ممكن تحصل لها لو انت هتقعد فيها 6 شهور، طب شكرا خليك في البيت.